ازيكم عاملين ايه؟ يلا بقى تعالوا نعمله النهارده بصدر فرخه واحد بس، نوعين اكل. حاجه بقى كده تحفه وسهله وبسيطه قوي. يلا بقى، لو لسه اول مره تتفرج عليا ما تنسيش بقى يا ريت تعملي لايك وتشتركي في القناه عشان يوصلك كل جديد. إيه ده؟ بصل مفروم وفلفل الوان مقطعاه. إيه، وفراخ فرماها بس مش فرماها جامد قوي، يعني نص فرمه بس كده، او ممكن تقطعوها قطع صغيره. دي بقى بطاطس، هقورها بالطريقه اللي معاكم زي دي كده، بمعلقه صغيره كده. وهنشيل قلب البطاطس بالشكل ده كده. لو البطاطساية كبيرة هنقسمها اتنين ونقطع بقى برضو، نعملها بالطريقة اللي انا هوريها لكم دلوقتي دي، بالشكل ده كده. هشيل قلبها كده بالراحة بالمعلقة واقورها بالمنظر ده كده. سهلة بقى وبسيطة، ومش عايزة اقول لكم بقى اقتصادية وتحفة جدا جدا جدا. جربوها هتعجبكم قوي. ده بقى الفراخ والبصل والفلفل، هعمل فيهم ايه بقى؟ اول حاجة هحط البصل كده على البوتاجاز مع معلقة سمنة او زيت. إيه، هشوحها بقى كويس كده، مش هتاخد اي لون خالص، تشويحة بس خفيفة كده. وبعد كده بقى هنزل بالفراخ برضو معاها. بعد كده الفلفل، احط بقى البهارات بتاعتي اللي هو ايه، الفلفل الاسود، بهارات مشكلة وملح، بس مش هحط غير الحاجات دي. وهقلب بقى كويس قوي، وهسيبهم بقى ايه شوية كده، يعني حوالي 10 دقايق كده على البوتاجاز بس مش اكتر من كده. طبعا في الوقت ده هيكون كل الفراخ هتكون استوت كويس قوي. وكمان البصل هيكون إيه، اخد بقى من طعم الفراخ، والفلفل هيبقى خلطة دي مش قادرة اقول لكم بقى، حشوة تحفة قوي قوي قوي، جميلة واقتصادية جدا جدا. هنعمل ايه بقى؟ البطاطس اللي انا قورتها معاكم زي ما انتوا شايفينها كده بالطريقة دي كده، هرصها في الصينية بالشكل ده كده. مش هحمر البطاطس ابدا، يعني انا مش بحب طريقة ان انا احمر البطاطس الاول دي صراحة. إيه، انا بحب اعملها كده خفيفة خالص كده بالطريقة دي، بتبقى سهلة وطعمة جدا جدا وحلوة قوي. هعمل بقى ايه الخلطة اللي انا عملتها ديت، او الحشوة اللي انا عملتها ديت. هعبي البطاطس بيها بقى واحشيها بيها بالشكل ده كده. هكون بقى كمان عاملة صلصة مخففاها، الصلصة دي هخففها كده. وهنزل بقى بالصلصة على البطاطس كده بالشكل ده كده. طبعا الصلصة دي انا حاطة فيها ملح وفلفل وبهارات برضو. هنزل بيها تاني برضو كده. وهنزود ايه بقى، مية او شوربة، يعني اللي موجود عندك حطيه. مش قادرة اقول لكم بقى، البطاطس بقى بتاخد من طعم الفراخ بقى الخلطة ديت، وبتبقى طعمها خطير خطير خطير. هنعمل ايه بقى؟ كوسة برضو كمان مقوراها كويس قوي، يعني انا شايلة قلبها كويس. وبعد كده برضو نفس الحشوة اللي انا عملتها ديت هحشي بيها الكوسة بنفس الطريقة كده. تمام، بنفس الطريقة. هعمل ايه بقى؟ نفس الصلصة برضو اللي انا عملت بيها البطاطس هحط منها على الكوسة. وهزود برضو كمان نص كوباية مية. اهم حاجة طبعا في وقت التسوية ان انا اغطيهم كويس، وبعد كده بقى ارفع عليهم الشواية بالشكل ده، هدخلهم الفرن وبعد كده اولع الشواية يطلع بالشكل ده. جربوه، طريقة سهلة جدا جدا هتعجبكم قوي. تقدميها بقى مع رز ابيض او رز بالشعرية، جميلة جدا جدا. كانت طريقة سهلة وبسيطة وخفيفة جدا جدا واقتصادية قوي، وطعمها حلو جدا. جربوها بقى، متنسوش تعملوا لايك، يا ريت تدعموني بقى كده باللايك والاشتراك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.